السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنشكركم بزاف حيت خليتو من وقتكم باش تسمعوا ليا. اليوم بغيت نحكي لكم على واحد المرحلة من حياتي، مرحلة صغيرة في العمر ولكن كبيرة في التجربة. كنت طفلة عادية، كنلعب كنضحك وكنعيش أيامي بحال أي طفل، ولكن فجأة تبدلات الأمور. في واحد الوقت وليت كنحس بالتعب بزاف، ما بقيتش كنلعب بحال قبل وما بقيتش كنضحك بحال قبل. كنت كنحس بشي حاجة ماشي عادية، ولكن ما كنتش عارفة شنو واقع. كنشوف بابا وماما وعائلتي كيخدموا بزاف وكنحس براسي خاصني نكون قوية واخا راني صغيرة. كانت ايام صعيبة وايام طويلة، كنعس وكنفيق وكنقول الحمد لله. كنطلب من الله يعطيني القوة ويخلي لي عائلتي يوقفوا معايا وكانوا ديما في جنبي. جا واحد النهار اللي كان صعيب شوية، عرفت أنني خاصني ندير واحد العملية. ما كنتش عارفة هاد الكلمة شنو كتعني مزيان، غير عرفت أنني خاصني نكون شجاعة. كنت خايفة وما نخبيش هاد الشي، ولكن عائلتي كان دايما شادة لي في يدي وكيقولولي ما تخافيش الله معاك. وداز هذاك النهار ودازت العملية، كنت كنحس براسي عيانة، ولكن في قلبي كان واحد الإحساس زوين، إحساس ديال الأمل. وبشوية بشوية وليت كنفيق أحسن من قبل، وليت كناكل ووليت كنهضر وكنحمد الله وكنشكرو. تعلمت بزاف من هاد التجربة، تعلمت أن الحياة فيها لحظات صعيبة ولكن فيها بزاف ديال الخير. تعلمت أن العائلة هي أكبر نعمة، أن الدعاء يقدر يبدل بزاف ديال الحوايج. اليوم أنا كنحكي لكم هاد القصة ماشي باش نحزنكم، ولكن باش نعطيكم الأمان وباش نقول لأي طفل مريض راك ماشي بوحدك وراك قوي. تا إلا حسيتي براسك ضعيف، وباش نقول لكل أم والأب باش يكون الصبر ديالكم كبير والحب ديالكم كيشافي. ودابا أنا الحمد لله بخير، كنشوف الحياة بعين جديدة وكنحمد الله على كل لحظة وعلى كل تجربة وعلى كل دمعة دازت. الحمد لله دائما وأبدا، والله شافي كل مريض وعطى القوة لكل واحد محتاجها. شكرا لكم بزاف حيت سمعتوا ليا، وكنتمناكم تكونوا على خير وبخير. إلى اللقاء.